الله 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 يا ميسي، قصير بس يحير يا جماعه. يا ابني بطل صداع بقى، مش عارف اتنيل العب. هو ده يا جماعه. تسالني تقول لي النتيجه دي وصلت كده ازاي، اقول لك ما اعرفش. اوه. اوبا. ايوه بقى كابتن محسن تقول ايه عن النتيجه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك هو الخواجه قال لنا على خطه معينه، نزلنا بالخطه دي ونفذناها في قلب الملعب، وكان دي نتيجه الخطه. الحمد لله الحمد لله. عاش يا كوتش. حبيبي حبيبي. كابتن سيف، الخطه اللي بتلعب ده راحت فين؟ تعالى جوه انا اقول. تصدق انت ليه الادب على فكره يا كابتن؟ اوه بقى انت هتزهقوني ليه بقى؟ ما انا مش هلعب. ايوه انا عارف، دي اخلاق دايما لما بتكون خسران. بقول لك ايه، دي شكلها خناقه صح؟ انت محتاج تغير جو. فعلا انا محتاج ارتاح وغير جو. بتاخد مراتك وتحجز يومين في السخنه يا سيف. يا ابني بقول لك عايز ارتاح تقول لي خد مراتك. دي شكلها بقى خناقه كبيره قوي قوي قوي. ده الطبيعي يا ابني، ملل وفتور وزهق وحاجه تخنق. والله كلنا هذا الرجل يا جماعه. يكونش العيب فينا احنا يا جدعان مش فيهم. لا يا معلم، العيب فيهم، احنا زي الفل. بصوا يا جدعان، انا عايز احكي لكم على حاجه بس. هتضحكوا عليا؟ ايه تقعدوا تضحكوا بقى. خلاص والله خلاص العظيم انتوا خلاص حاجه خلاص غريبه. خلاص. بس ساعات لما بكون نايم مع مراتي في السرير بتخيلها واحده تانية عشان اقدر اكمل. تضحك برضه؟ تفتكروا دي ما تبقاش خيانه؟ لا طبعا. خيانة ايه يا ابني؟ بيتخيل الموضوع كله تخيل. يا حبيبي ربنا هيحاسبنا على افكارنا برضه. ربنا عالم بحالنا. ايوه ماشي، بس مش معنى كده. في حاجات غريبه قوي بتحصل انا مش فاهمها بصراحه. الواحد ساعات بيقعد يفكر في الموضوع ده كتير قوي. تلاقي الحريم اللي معانا محترمه قوي، محترمه بزياده. وتبقى انت لما تيجي تتجوز عايز تتجوز واحده محترمه، مش عايز تتجوز واحده شمال. طب القنا فين يا جدعان؟ يا ابني امال اللي احنا بنقوله ده باللي انت بتقوله؟ يعني عايز تفهمني ان كل الستات اللي في الدنيا بجنسياتهم مش محترمات والمصريين بس هم المحترمين؟ لا يا حبيبي، دول بيعرفوا ينبسطوا ويبسطوا جوازهم. ده الموضوع ده عندهم زي الاكل والشرب، حاجه اساسيه ومهمه. مين قال لكم ان مفيش ستات مصريات كده؟ انتوا اللي حظكم وحش على فكره. يمكن الواحد لو ما كانش عك قبل الجواز ما كانش بقى ده حاله، كان الواحد رضي باللي هو فيه. لا بقى، ما هو مش معنى ان احنا بنعك قبل الجواز يبقى ينكتب علينا ده طول عمرنا. يعني لازم يكون في بصيص من الامل. ها بصيص، حلوه بصيص دي. حلو. يا لهوي، الله يخرب بيوتكم، طيرتوا السيجارتين اللي كانوا منخششين في نافوخي والله. الواحد كان كسبان ومروق. ده انا اول مره اكسب يا جدعان. الظاهر غدير من كتر حبها في النكد حببتني فيه. العيشه كلها بقت ملل ملل. بقول لك ايه، انا همشي. انتوا ليه محسسيني ان انتوا في سته ابتدائي؟ اقوم اعمل لكم هوت شوكليت؟ يا بنتي مش عايزه اقول لك انا بقالي قد ايه ما لعبتش اللعبه دي، من زمان قوي. ما عندكيش بني غامق كده؟ بني؟ اه بعمل البحر. مش مالك؟ انا مركزه. بقول لك ايه، مفيش عندك الاصفر في الاورنج مع بعض؟ هاتيلي البحر. هو انا كل ما اطلب منك حاجه ألو؟ تقولي هاتي لي حاجه؟ يا شيخه اعملي اي ثانية حاجه، واحدة، انت عارفه انت غريبة تركبي. قوي. بيعمل كده. بقالي كتير ما لعبتهاش. هو في حاجه اسمها لايقين؟ الو؟ هاي سارة، ازيك؟ معلش سوري، انا صحيتك من النوم ولا ايه؟ لا ابدا، انا ما بنامش دلوقتي. احنا ايه الاخبار؟ تمام. طبعا كان في شويه عند في الاول، بس بالنسبه لاول مقابله تمام. طبعا يعني اطمن؟ انا بحاول على فكره. بس اطمن. بالنسبه لاول مكالمه تمام. بس في حاجه عايزه اطلبها منك يا حسام. انت لازم تحاول تشوفها اكتر من كده. كل يوم بترجع بالليل بتكون نام. طبعا اوعدك ان انا هحاول. يا ريت. طب سارة، انت مواعيدك ايه معاها اليومين دول؟ هشوفها بكره، بس في شويه حاجات كنت عايزه اقولها لك. لازم في الاول هنبدا بحاجات كده. شور سارة، انا واثق فيكي ومتأكد ان انت هتساعدي هنا. اعملي اللي انت شايفاه صح وانا معاكي. اوكي؟ اتفقنا. يلا ميرسي يا سارة، باي. الو حسام؟ الو؟ في بحر الوان اهو، وبعدين عامل الشط ازرق غامق فاتح يعني. مدي على ابيض شويه. لا، ايه ده راجل غريب جدا. قفل السكه في وشي كانه بكهرب. مين ده؟ ابو بنت بعالجها. امور؟ اه يا اختي امور. طب ليه بقى هو اللي بيكلمك مش المدام بتاعته؟ عشان المدام بتاعته متوفيه. يا حرام. بنت انتي في ايه؟ دي مش حكايه تركيز بقى، مالك ساكته كده؟ الله، مش كنتي بتتكلمي في التليفون عايزاني اعمل لك ايه؟ اقوم ارقص؟ بقول لكم ايه، انا امبارح اخويا سالني سؤال ما عرفتش اجاوب عليه. ايه؟
قال لي هو عماد خطيبك نمطي؟ انا ما فهمتش يعني ايه نمطي، بس انا قلت له لا. بس لما عماد كلمني في التليفون عرفت ان عماد نمطي. طب وانت عارفه يعني ايه نمطي؟ لا. نمطي يا ستي يعني شخص ماشي على سيستم طول الوقت، يرجع من الشغل يتغدى يخش ينام يصحى يشرب خلاص الشاي. يا سو، انا عرفت عماد نمطي. بس في ستات بتحب كده على فكره. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه اتجنن. بعدين لو طلع نمطي في الموضوع ده هتبقى كارثه. انا مش هبقى مبسوطه بصراحه يعني. لا هو اكيد هيطلع نمطي في الموضوع ده، بس الدور والباقي بقى عليك انت. انت المفروض تخليه يفك، وطبعا انت فضيحه ومالكيش في الكلام ده خالص. ايه ده ايه ده إيه ده؟ مين قال لك اني ماليش؟ مين قال لك؟ مين؟ انت اللي قلتي. لا، انا يوم عيد ميلادك قلت كل حاجه وليها وقت، انما انا إيه؟ انا عاديه يعني زي كل البنات. مالكم في ايه؟ عاديه يعني؟ اوعي يا بنتي يكون عندك كبت. احتمال كبير يبقى عندي كمان. طب بمناسبه ان انت ساكته بقى وقاعده لنا على السايلنت، هسالك سؤال وتجاوبي تقولي اه ولا لا. اوكي. هو سيف نمطي؟ اه شكرا. كل الرجاله كده، يخلص الهانيمون هتلاقيه تحول. لا 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 لا، ابوس ايدك ما تلخبطيليش البنت. احنا ما صدقنا نعرف انها طبيعيه وليها في الحاجات دي، وبعدين انت قاعده ساكته ساكته وساعه ما تتكلمي تقولي كده. الله، مش دي هي الحقيقه؟ ما تصدقيهاش، دي الحقيقه بتاعتها هي عشان هي فاشله. اصل هديل عندها خلط، هي فاكره انها لما تلبس لجوزها حاجه كده ولا كده، ولا تعمل له مساج مثلا، تتدلع عليه يعني، هتكون ست قليله الادب. هي بقى مش عارفه ان الرجاله كلهم بيحبوا الحاجات دي، عشان كده هي فاشله. انا مش فاشله. في ايه يا هديل؟ انا بهزر. وبعدين انت مش متجوزه، لازم تعيشي التجربه علشان تحسي باللي انا بتكلم فيه. وعلى فكره الجواز مش كله الموضوع ده. في ايه يا دوت؟ احنا بنتكلم عادي، في ايه؟ استني يا جان، في ايه يا هديل؟ اه انا مش متجوزه، بس انا بفهم جدا في العلاقات ما بين الناس، ويمكن علشان انا فعلا شايفه الموضوع من بره فانا شايفاه احسن، علشان اللي بيبقى جوه الموضوع ما بيشوفش غير نفسه بس. الا الجواز يا ساره، لازم تخدي التجربه علشان تحسي باللي انا بقوله. لما تراقبي نظرات الراجل اللي انت عايشه معاه وتلاقيها كل يوم بتتغير هتزعلي. احنا كنا قبل كده بنخرج مع بعض وعمره ما كان بيبص على اي واحده حتى لو كانت احلى مني، لكن دلوقتي بيبص على اي واحده حتى لو كانت زباله. حاسه انه جعان لدرجه بقرف منه. انا تعبانه. انا اسفه على ايه بس؟ ما تزعلوش مني، سوري. ازعل منك ايه بس؟ انا اللي سوري بجد. انتوا قلبتوها دراما كده ليه؟ ما هو كله بسببك يا اختي وبسبب خطيبك النمطي. خلاص بقى اضحكي بقى. بقول لك ايه، لما تلاقيه بيبص على واحده تانية انت كمان بصي على واحد. ايوه صح صح. ما بعرفش اعمل كده. لا لازم تعرفي عشان يحس على دمه. طب انا يعني سؤال بسيط، انتوا ليه عايزين نتجوز بعد القرف اللي انا بسمعه ده؟ علشان احلى حاجه في الجواز انك تجيبي بيبي، هو ده اللي هيخليك تستحملي اي حاجه. عادي انت ازاي عايزه تخلفي منه وانت حاسه تجاهه كل الحاجات دي؟ مش يمكن علشان كده ربنا مش عايزني اجيب بيبي؟ في ايه يا هديل؟ انت ليه مكبره الموضوع كده؟ سيف مش وحش للدرجه دي على فكره، وانتوا الاتنين بتحبوا بعض. انت بس اللي محتاجه تغيري في نفسك شويه حاجات. في فتور رهيب لدرجه اني مش عارفه اتحرك. خلاص يا روحي ماشي، عشان خاطري تعالي نكمل اللعبه دي عشان انا متضايقه قوي انك بوظتيها. المره الجايه هجيب لك واحده اكبر منها. يلا يلا يا ماما يلا.